لا، ما فماش عندناش الصناعة هذه. أول واحد بدأ في الصناعة هذه هو المعروف عند الصنايعية، اسمه التونسي. في الحقيقة اسمه سي محمود بالحاج. سي محمود بالحاج ماهوش تونسي، هو جاء من طرابلس، وكان يخدم في العسكر البي، وكانت ما عنده صنعة كما في ارتيكل واحد آخر إن شاء الله يصدر قريب. فما كانوا أهلا بكم. اليوم بعد ما شفنا لي كومنتار نتاعكم نحاول اليوم نجاوبوا على السؤال اللي سألناه قبل. الرداء الأحمر، الرداء الأحمر في المهدية راهو حتى في العالم الكوليكار قطعة فنية فريدة من نوعها. لماش؟ على خاطر لي موتيف اللي معمولين في يسطو، اللي يتسماو بلغة الوحيد يتسماو الإخواتم. الإخواتم هذوكم وطريقة العملان نتاعهم وطريقة الحياكة نتاعو حاجة دقيقة جدا. حتى شنو حبوا باش يعملوا كيف وما نجموش يعملوا كيف. لي موتيف هذوكم موتيفات سبيسيفيك. الأغلبية نتاع العباد تنجم من خلال لي موتيف، خاصة عندنا خاتم داوود وخاتم سليمان اللي في وسط النجمة بوستة، ترجع إنه الأصل نتاعو يكون أصل يهودي. ولكن فما مجموعة من الأسئلة لازم نطرحهم على بعض. إذا كان أصله يهودي فبالتالي أول حاجة تتبادر للذهن إنه هما اللي صنعوه. لكن نحن وقت اللي نجي ونثبتوا ونشوفوا استسقاء المعلومات اللي هي موجودة، إنه صناعة الرداء الأحمر في مدينة المهدية ما بداش قبل عام 1940. قبل ما فماش عندناش الصناعة هذه. أول واحد بدأ في الصناعة هذه هو المعروف عند الصنايعية، اسمه التونسي. في الحقيقة اسمه سي محمود بالحاج. سي محمود بالحاج ماهوش تونسي، هو جاء من طرابلس، وكان يخدم في العسكر البي، وكانت ما عنده صنعة كما في ارتيكل واحد آخر إن شاء الله يصدر قريب. فما كانوا العساكر في وسط الجيش التونسي كل واحد صنعة. السيد هذايا استقر في سي محمود بالحاج استقر في تونس العاصمة، وكان ينسج لفائدة المهدية. فكان عندنا واحد من عائلة دار بسباس هو اللي كان يلمد له الطلبيات والكوماند، ويمشي بالكار حتى وين تونس يخلصوا، يعطيه العرابن يخلصوا، وبعد يجيب سلعة يبيعها لهنا. كيف كثرة الطلبيات، سي محمود بالحاج فكر انه باش يجي ويحل الاتولي نتاعو في المنسج نتاعو في المهدي. جاء في بداية الحرب العالمية الأولى الثانية، وحل الحانوت نتاعو الأولاني في مقابل سيدي عمر. سيدي عمر اللي هو موجود توا في برج الراس في نهج أسد بن الفرات. بعدها هي حول الاتولي نتاعو إلى تحديدا في عمارة دار شبران مكانه ديمالتي. غادروا الجمهورية التونسية، مشاو رجعوا لمالطا في بداية الاستقلال في شارع الفاطميين، تحديدا 74 شارع الفاطميين، اللي هي بعد ولا المحل نتاعو المعروف. وين بدا هو يعلم في صنايعية. مجموعة الصنايعية الأولانيين اللي بعد فيهم اللي كما سي سالم الخواجة، كما حسون السقا، كما سي حسن الزوالي، سي عبد الله شعبان، وخاصة سي حسن المورالي. هذم هما التلامذة الأولانيين، معاهم سي محمد بن علي الشباح وسي سالم البوجي. لكن مش كلهم اللي تعلموا الأولانيين مش كلهم راهم قعدوا في المهنة، لأنه بعد ما تعلموا النسيجة فما شكون اللي حول الجملة الكارير نتاعو، كما سي سالم البوجي اللي بعد مشى للصيد البحري. فما اللي الكريز اللي جات في لي زاني 50 واللي اجبرت مجموعه الاغلبيه نتاعهم انه ما عادش فما مارشي، ما عادش فما فلوس، والبلاد دخلت في ازمه كبيره. فحتى سي حسن بالحاج الله يرحمه، اللي هو حسن الزوالي الله يرحمه، اللي هو اعطاني اغلبيه المعلومات هذه، قال انه هو في فتره لي زاني 50 فكر في انه يعمل كيما الجماعه الاخرين اللي مشى يخدم كونفايور في كار ولا